السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده معايا كفتة الفراخ او كباب الفراخ. نفسك تعمليها وخايفة ما ترجعش معاكي؟ تعالي هقولك تعمليها بكل سهولة، وكم سر هترجع معاكي زي بتاعة الحياة. يلا بسم الله ونقول المكونات. معايا 680 جرام من صدور الفراخ، ومعايا 162 جرام من دهن حيواني. طبعا انا جبت البلانشة وهبدأ ان انا اقطع صدور الفراخ. صدور الفراخ دي نص فروزن، يعني ما سبتهاش تفك عشان تبقى سهلة معايا في التقطيع. هبدأ اقطع صدور الفراخ مكعبات صغيرة، وهبدأ ان انا اجيب بصلتين صغيرين، وقرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر، وهبدأ افرم كل المكونات دي في الكبة. هفرمه فرم ناعم. واثناء ما انا بفرم كل المكونات جبت معايا صفاية وتحتيها بايركس، وهبدأ ان انا افرم المكونات فرم ناعم، وهبدأ ان انا اصفي بعد ما افرمه فرم ناعم. هبدأ اجيب الصفاية والبولة، وهصفيهم من المية اللي فيهم خالص لحد. طبعا المية اللي هتتصفى من القرن البصلتين وقرن الفلفل الاخضر وقرن الفلفل الاحمر انا هحتاجهم. هبدأ ان انا اصفيهم خالص من المية، وهبدأ في نفس الكبة هبدأ ان انا اجيب صدور الفراخ وهفرمها. طبعا دول حوالي يعني 680 جرام من صدور الفراخ. هفرمهم فرم ناعم لحد ما يبقوا ناعمين، وهجيب بعد ما يتفرموا هجيب بولة، وهفضي كل الصدور في البولة. وفي نفس الكبة هجيب هجيب 160 جرام من الدهن الحيواني، يعني حوالي 8 كيلو من اللي. طب ايه فايدتها في الفراخ دي؟ بتدي في الكفته، بتدي طعم، بتدي ريحه، بتدي طراوه في الكفته. طبعا احنا عارفين ان كفته الفراخ دي مش بتكون فيها فاتس يعني دهون. ودلوقتي انا بقى هبدا ان انا افضي كل المكونات، وهجيب البهارات. طبعا البهارات بتاعتي عباره عن ايه؟ البهارات معلقه فلفل، معلقه ملح، معلقه توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كزبره ناشفه، ومعايا 7 بهارات، ومكعب من مرقة. وجبت نص كوباية بقدونس مفروم. ومعايا دي بهارات كفتة الحاتي. هبدأ ان انا كل المكونات دي هخلطهم مع بعض. وطبعا انا حطيت تفل البصل والثوم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الكفته متماسكه من غير ما احطها حتى في التلاجة. انا اول ما فرمتها ما احتاجش ان انا حطيتها. جبت الستيكس بتاعت الشيش طاووق، حطيتها في ميه، وهبدا معاكم اصبع. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا بوريكم ان هي متماسكه، ما احتاجتش ان انا احطها في التلاجة. هبدأ ان انا جبت صاج الفرن، وجبت فوقيها ورقة زبدة، وهبدأ ان انا اصبع كل المكونات بتاعتي بالشكل ده. طبعا انا بوريكم بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ان انا ما احتاجتش ان انا احطها في الفريزر. طبعا انا جبت هنا دي الميه البصل، وميه الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، حطيت عليهم 3 معالق زبده. واثناء ما انا بصب على الستيكس الكفته بدهن بيها. ودلوقتي انا بقى خلصت كل الكميه قدامكم حبايبي. هبدا ان انا ادهن وش الكفته بتفل 3 معالق زيت، وتفل البصل وقرن الفلفل الاحمر وقرن الفلفل الاخضر. و وهبدأ ان انا دلوقتي دي طبعا الكفتة اللي كنت مفرزاها معاكم من تفريزات الفراخ اللي قبل رمضان. مكوناتها طبعا دي نص كيلو من صدر نص كيلو مفروم من صدور الفراخ. حطيت عليها بصلة مفرومة وفص ثوم وبهارات فراخ وملح وفلفل وربع كوباية بقسماط، وخلطت كل المكونات ديت وصبعتها طبعا زي ما انتم شايفين كده في اللي معاكم يا حبايبي. وهبدأ جبت كفر التغليف، دقيق وبيض وبقسماط. وهبدأ اغطي كفر الكفتة في الدقيق، وبعدين في البيض، وبعدين في البقسماط. هبدأ كل المكونات دي. طبعا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. التفريزات دي مهمة جدا فادتني في رمضان اهو حبايبي. هبدأ اخلص كل المكونات والكفر التغليف. طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي، وتدعموني بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. ان شاء الله. طبعا انا كل المكونات دي خلصت معاكم اهو. بعمل كمان مره بوريكم ان انا بحطها في الدقيق، وبعدين في البيض وفي البقسماط. بعد كده ادي الكميه اللي انا خلصتها. دخلت طبعا الكفته دي ان انا هجيب زيت غزير، وهبدا ان انا احمرها فيها. والصينيه صاج الكفته الفراخ دي هحطها في فرن متوسط الحراره. وهسيبها، وطبعا هتابعها. واول ما تاخد لون مني هبدا ان انا اطلعها. طبعا الطبق زينته ببقدونس وبصل قطعته جوليان،
وقطعت البصل جوليان بسماق وملح وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك اهي قدامكم حبايبي، تاكلوها بالف هنا وشفا على قلوبكم وتجربوا الوصفه وان شاء الله تكون عجبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.